صباح الخير. عاملين ايه يا حبايبي؟ النهارده انا عندي عزومه، وحبيت برضو كده اصور لكم كام حاجه كده. مش معنى ان انا بصور حاجه زي كده يبقى انا بحب اتفاخر او اتباهى، لا، انا بدي افكار للستات الجميله. اذا عندك عزومه ممكن تقدري تعملي ايه وتعملي ايه، وكل ما تستبسطي في الاكل وفي العزومه كل ما يكون افضل. هندخل دلوقتي بقى على المطبخ ونبدا نشتغل بعد ما خلينا الدنيا زي الفل وظبطنا كده الشقه عشان الناس اللي جايين. هم ناس مش غرب بس غاليين عليا، يعني لازم الواحد كده لما يكون حد داخل عندك لازم يلاقي البيت كده على أكمل وجه. يلا بينا بقى على المطبخ هوريكم انا هعمل ايه النهارده. بصوا يا حبايب قلبي، النهارده بقى انا جبت الكرنب الجميل ده وسلقت، جبت كرنبايه وسلقتها. يعني هعمل محشي كرنب، هعمل محشي كوسه وفلفل وبتنجان، وعملت البطايه الحلوه دي سلقتها اهو، وجهزت الجلاش، ويعني عملت بفتيك كنت متبلاه، وعملت الباميه من بالليل. جهزي حاجتك من بالليل علشان لما تجهزي حاجتك واكلك من بالليل تصبحي بقى، يصبح عليك النهار كده تبقي رايقه، تفنشي بقى الاكل، تعملي الحاجات تبداي بقى تجهزي العصاير، تبداي تحطي بقى في الفرن تسخني الاكل او تخليه ياخد لون وياخد وش. لما تنظمي نفسك وتنظمي وقتك مش هتتعبي خالص اطلاقا في اي تحضير سفرة. بصوا كل الاكل اللي انا عملته ده ما خدش معايا وقت. طبعا بالهنا والشفا لكل اللي اكل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تعملوا لي اعادة نشر للفيديو عشان يوصل لكل الناس.